عمرك فكرت ازاي تعرض فيديو جوه الموقع بتاعك؟ عمرك فكرت ان انت ممكن تعمل لينك من الموقع بتاعك لليوتيوب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في الجزء السادس من برمجة مواقع الكترونية الويب. النهارده هنعمل حاجات مفيدة جدا، هنتعلم ازاي يبقى عندك فيديو وتعرضه في الموقع بتاعك، هنتعلم ازاي يبقى عندك فيديو على اليوتيوب وبرضه تعرضه في الموقع بتاعك، فما تفوتش الفيديو، كمل ان شاء الله. عندنا طريقتين في كود ال HTML ان احنا نعرض فيديو داخل الصفحة. اول طريقة باستخدام تاج اسمه الفيديو. خلينا نجربه. خلينا نعمل بس ملف جديد. فاكر كنا بنعمل ملف ازاي؟ الزرار اللي فوق ده كليك عليه يفتح لك بوكس، سمي الملف اي اسم، وليكن مثلا ماي فيديو دوت، وما تنساش ال HTML. انتر. هيعمل لك ملف هنا ويستناك تكتب الكود بتاعه. خلاص بقى انت اتعلمت علامة التعجب. انتر. هيعمل لك الايه الهيكل كله بتاع الصفحة، ويقف داخل البادي هنا مستنيه تكتب الكود. التاج اسمه فيديو VIDEO. جابه اهوت، اختاره. في خاصية اسمها سورس، زي خاصية السورس اللي موجودة في تاج الايمج اللي كنا بنديها اسم الصورة. هنا هنديله اسم ملف الفيديو اللي احنا عايزين نشغله. انا جبت بس ملف فيديو وحطيته على نفس الفولدر اللي انا شغال عليه. تمام، ده اسم ملف الفيديو 0719.mp4. انت ممكن تشوف ملف فيديو انت صورته بالموبايل ولا حاجه وتاخد الملف وتحطه على نفس الفولدر بتاع اللي انت شغالين فيه. وبعدين بقى اسم الملف ده بالظبط هتكتبه داخل السورس هنا. اسم ملف اللي هو 0719 ده اسمه دوت mp4. كويس. هنسيف. نسيف. بقى ده شكل الفيديو تاج. بقى دلوقتي الفيديو وبعدين SRC بديله اسم الملف بالظبط وبقفل القفله. خلي بالك هنا ان ده مختلف عن تاج الايمج. تاج الايمج ما كانش فيه قفله، هنا تاج الفيديو فيه قفله تانية. خلينا بقى ايه نشوف الاوتبوت بتاع الايه اللي احنا كتبناه ده. كنا بنعمل رايت كليك ونروح حاجه اسمها اوبن وذ لايف سيرفر، نفتح الملف ده بقى يترجمه لنا في اللايف سيرفر. كويس. هنلاقي الفيديو اتعرض هنا كده. كويس. ده بشغله منين؟ دي صوره بس. تمام. نرجع تاني للفيديو. التاج بتاع الفيديو في خاصيه تانية هنا كده، نيجي بعد اسم الدبل كوتيشن ديت او علامتي التنصيص نعمل مسافه ونكتب خاصيه اسمها كنترولز. كنترولز. تمام. هتجيلي اهي، اختارها كنترولز علشان يضيف لي الكنترولز اللي انا كبر شويه كده اهو. كنترولز عشان يضيف لي الكنترولز او الحاجات اللي انا بتحكم فيها في الفيديو، اشغل اقفل. تعال نجرب كده بس. رايت كليك اوبن لايف سيرفر. كويس. هتلاقي ضاف لي تحت هنا ايه الكنترول. نشغل بقى من الزرار اللي تحت ده. هنشغل. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبتدي كورس موازي لكورس الويب، لغة هتدخلك عالم الاي اي. هنقفل الفيديو. قفلنا الفيديو بس بنفس الزرار تاني. ده بس كان اعلان على كورس البايثون احنا بدأناه، موازي لكورس الويب ده. اللي عايز برضه يتابعه هو موجود على القناة ان شاء الله. نيجي هنا في خاصية تانية اسمها، فاكرين كان استخدمناها في الايمج برضه. اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات يرجع يتفرج عليه. خاصية اسمها width WDTH. كنا بنقلل بيها العرض بتاع الصورة يساوي علامتي التنصيص. ما تنساش دايما في حاجات كده بستخدم علامتي التنصيص. هنكتب جواها وليكن 200 بكسل. نزود نكتب البكسل. نسيف. كويس. هتلاقي الفيديو الويتس بتاعه او العرض بتاعه اضيق شويه. تمام. ممكن في خاصيه تانية اسمها هايت علشان الارتفاع بتاعه. نكتبها. نروح للاخر هنا كده نكتب هايت HEIGH وجابها لي اهوت. خليه وليكن مثلا برضه 200 بكسل. مش هكتب، بس هكتب 200 وخلاص. مش هقول البكسل بي اكس. نسيف. نرجع تاني هنا هنلاقي الارتفاع بتاعه صغير شويه، بقى شكله كويس. بقى عندي كنترول بيتحكم في القفل. السلام عليكم. عندي ان انا اقدر اتحكم في العرض والارتفاع. طبعا ده بيماكسمايز زي الكنترول، زي اللي بتتفرج على فيديو. لو كليك على ده كده هيكبر الفيديو. تمام. ويديك الحجم فول سكرين. لو عايز اصغر بسكيب هيرجع تاني. في بعض الخصائص المفيده في تاج الفيديو زي ايه مثلا؟ زي مثلا انا عايز اول ما يفتح الفيديو ده يقفل لي الصوت، ما يبقاش فيه صوت. في خاصيه هنا اسمها ميوتد. عايز مثلا اما الفيديو ده يشتغل يفضل يشتغل على طول، يعني يروح هنا ويرجع تاني يشتغل. تمام. اسمها لوب. في خاصيه ثالثه، عايز اول ما يفتح الصفحه الفيديو يشتغل، اسمها اوتو بلاي. بس ديت غالبا البراوزر او المتصفحات ما بت يعني ايه ما بتسمحش بيها احيانا. تمام.
هنجرب بسرعه كده مثلا ميوتد يعني ايه ميوتد؟ ميوتد يعني اول ما تفتح اقفل لي الصوت. كويس. على نعمل كده واوبن ويز لايف سيرفر. تمام. اول ما يشتغل هنا الصوت، بص علامه الايه السماعه مقفوله. تمام. لو شلتها هترجع تاني صوت، حتى لو شغلت هنا كده مش هتلاقي فيه صوت، هو شغال اهو مش هتلاقي فيه صوت لان احنا قفلناها. تمام. قفلناها بالكود. ممكن انت تقفلها من غير الكود لانه اوريدي مطلع الكنترولز دي. ممكن لو عايز افتحها ممكن افتحها من هنا، افتحها ايه تطلع لي اللغه اربع ديت؟ صوت اكتبوا. واقفلها تاني. تمام. فميوتد انا ممكن اتحكم من الكود او اتحكم من الزرار بتاع الكنترول هنا، بيرجع يفضل شغال على طول، يروح ويشتغل ويرجع ويشتغل والكلام ده. فدي خصائص انا بكتبها في الكود علشان اتحكم في الفيديو ده. تمام. بس اهم حاجه تعرف ان تاج الفيديو زي كده. تمام. اهم خاصيه فيه اسمها السورس، بديله اسم الملف بالكامل بالامتداد بتاعه. تمام. الامتداد ام بي 4 ده امتداد مشهور جدا، لما بتصور اي حاجه بالموبايل بيديك الامتداد ده، بيديك نوع الملف ده. كويس. خاصيه الكنترول علشان يظهر لي التحكمات اللي تحت دي، ان انا اشغل، ان انا اعلي الصوت، اوطي الصوت، الحاجات دي، اكبر، ماكسمايز بطول الشاشه وعرضها. تمام. ده الكنترولز. الويدث والهايت عشان اتحكم في الويدث والهايت بتاع الايه الفيديو. دي اول طريقه في عرض الفيديو. بس في مشكله هنا في استخدام التاج. المشكله ايه؟ المشكله لو الفيديو ده كبير، حجمه كبير، تمام، مش هعرف استخدم تاج الفيديو. ليه؟ لان ال HTML لو انت حاطط فيه حاجات زي صور وفيديوهات وحاجات كبيره، الصفحه دي ما بتترسمش الا ما ينزل كل المحتويات اللي فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى تاج الفيديو ده او الفيديو اللي فيه ده لو حجمه كبير جدا جدا جدا، الصفحه دي لما تيجي تنزل او تيجي تروح للموقع بتاعك وتيجي تشغل الصفحه ديت علشان اي حد يشوفها، علشان تبان الصفحه بتاخد وقت كبير جدا جدا جدا، لدرجه ان المستخدم ممكن يحس ان الصفحه ديت ايه مش شغاله، لان مش هتتعرض الا لما المحتويات بتاعتها كلها تنزل، وتنزل عندك على الجهاز اللي انت شغال فيه سواء كمبيوتر او موبايل، وبعد كده تبان. طب الحل ايه لو الفيديو كبير؟ الحل في الحاله ديت ان انا الفيديو بتاعي ده احطه على مثلا حاجه زي اليوتيوب، حاجه زي فيميو. المواقع ديت بتديك حاجه بتعمل حاجه اسمها ستريمنج. يعني ايه ستريمنج؟ يعني بتقطع الملف حته حته كده وتبعته للمتصفح يعرضه. فانا الملف بتاعي الكبير قوي ده هروح احطه، ملف الفيديو، هروح احطه اطلعه على حاجه زي اليوتيوب كده مثلا، وبعد كده من اليوتيوب اخد كود كده من اليوتيوب هنشوفه دلوقتي، وبعدين الكود ده هستخدمه في الكود بتاع ال HTML هيعرض لي ايه الفيديو بتاعي. تعال نشوف مثال. دي قناتي على اليوتيوب مثلا. كويس. انت بتعمل لك قناه بكل سهوله على اليوتيوب، سهله جدا مفيش اي مشاكل، تحط فيها بقى الفيديوهات بتاعتك الكبيره. تمام. يا ريت يا جماعه تخشوا على القناه ديت اللي فيها كل الفيديوهات بكل سهوله، هتوصل للفيديو اللي انت عايزه بكل سهوله يعني. كويس. فانا مثلا دلوقتي عندي فيديو كبير هطلعه على القناه دي. هطلعه ازاي؟ شفت الزرار اللي عليه كرييت ده؟ كرييت دوت كليك عليه واختار ابلود فيديو وامشي في الخطوات بتاعه. هيقول لك الفيديو بتاعك اللي انت عايز تابلوده او تطلعه عندهم. ابلود يعني اطلع الفيديو على اليوتيوب. كويس. هو فين؟ تدي لهم الفيديو هيطلعوا، تخلص خالص الديسكريبشن والداتا بتاعته وكل حاجه وتخلصه. بعد ما تخلص وتضيف الفيديو على اليوتيوب هيبقى بالشكل ده كده. طيب اجيب الكود بقى منين؟ انت قلت لنا في كود هاخده من هنا احطه في كود ال HTML بتاعه وصفحه ال HTML بتاعي، هشغل الايه اليوتيوب من هناك. تمام. كويس. فرضنا مثلا ان انا طلعت الفيديو ده مثلا، كليك عليه. تمام. هيفتح لك، اشتغل عادي في الصور بتفرق اليوتيوب كتير في شكل الموقع وبتجذب اي واحد يزور الموقع. ويشتغل عادي في اليوتيوب كده. كويس. انا وقفت بس الفيديو. هجيب الكود منين؟ تنزل تحت كده في زرار هنا اسمه شير اهو، كليك على شير. هتلاقي في زراير هنا كده. شوف الزرار الاولاني ده ما بيفكركش بحاجه، القفله والفتحه دي بيفكرك بال HTML. هو ده. كليك على اول واحد ده هيديك كود هنا ال HTML. مش ضروري تعرفوا دلوقتي الكود ده ايه هو، بس كوبي الكود ده من الزرار اللي تحت ده كوبي. كويس. وبعدين روح بقى الكود الصفحه بتاعك في ال HTML، الكود نفسه ده تاج الفيديو اللي كنا شغالين فيه، روح للاخر خالص ودوس انتر. تمام. تمام. هو هيحط لك كود جديد، يعني مش داخل تاج الفيديو، ده كود جديد.
وبعدين الزق بقى ان انت نسخت من هناك. اضغط على زرار كنترول وفي، هينسخ لك الكود اللي انت اخدته من اليوتيوب هناك. تمام. الكود ده برضو بيستخدم تاج HTML اسمه اي فريم، هبقى اشرحه قدام شويه. كويس. وخاصيه الويدث والهايت زي تاج الفيديو، ان هو بيحدد الهايت والويدث بتاعه، يعني العرض والارتفاع. وخاصيه الاس ار سي او السورس زي تاج الفيديو اللي هنا اللي شفناه، بتديله المسار بتاع اليوتيوب بتاعك، اليو ار ال بتاع اليوتيوب او المسار اليوتيوب. كويس. بس خلي بالك المسار هنا بتاع اليوتيوب بتاع الفيديو اللي انت عايزه تشغله هنا بيستخدم حاجه اسمها الامبed، يعني ده مش المسار العادي اللي انت بتشوفه في اليوتيوب فوق. ده مش المسار العادي او العنوان بتاع اليوتيوب العادي، لا دي حاجه خاصه بالامبed علشان تقدر تشغله من اليوتيوب. كويس. وبعد كده كمل كمل، هتلاقي التايتل العنوان بتاع الفيديو. وبعد كده حاجات بقى خاصه باليوتيوب نفسه، دي حاجات كلها خاصه بقى ايه باليوتيوب نفسه، مش ضروري تعرفها دلوقتي يعني. تعال بس ايه نشوف الاوتبوت بتاع او نشغل بقى الصفحه. نروح على الاوبن لايف سيرفر ونشوف بقى الصفحه بقت ايه، عرض لي الكلام ده ولا لا. بص تلاقي جاب لي الفيديو اهو، جاب لي الفيديو بتاع اليوتيوب وحطه هنا اهو، عرضه لي في الصفحه بتاعتي. ممكن اشغل كمان من هنا، ممكن اكليك على هنا هيشغل لي الفيديو. الصور بتفرق كتير في شكل الموقع وبتجذب اي واحد فبكل بساطه عرضت الفيديو بتاعي اللي موجود في اليوتيوب عندي في الصفحه بتاعتي او في الموقع بتاعي، وبكل بساطه ربطت اليوتيوب تمام عندي في الموقع بتاعي. وهكذا بقى ممكن احط فيديو تاني وتالت ورابع وخامس، واعمل موقع كبير خاص بفيديوهاتي انا. كويس. مربوط مع اليوتيوب، ويعني زي فكره المنصات التعليميه وفكره الحاجات ديت، ان هو بيحط فيديوهات هناك وبعد كده يعرضها في المنصات بتاعه. افكار كتير، افكار كتير بقى، بيفتح لك عالم الافكار في مجال بقى الايه الفيديوهات وعرض الفيديوهات والكلام ده في الموقع بتاعك الخاص بيك انت. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. انت بقى جرب بقى في تاج الفيديو، جرب بقى تطلع فيديو على اليوتيوب واعمل لينك من هناك على الويب سايت بتاعك، لحد ما نتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم جميعا.